السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا بسيطلات صغار بالكنافة. نبدلو شوية على الورقة ديال البسطيلة ولا صوب ديال أو فيلوتي ديال الشامبينيون كيف كتشوفوا في الصورة طري مع صدر ديال الدجاج والبطاطا. كتجي صوب رائعة جدا بالكريمة وبالجبن والزبدة ديال العبار باش كتجي بنينة، والبورو ضروري من البورو. عندنا نص كيلو تاع البطاطا مقشرة راهي واضحة في الصورة. من بعد كنقشروها، كنقطعوها طريفات صغار، وكنقطعوا هذاك الشامبينيون يعني عنده التقشير ديالو شوية، يعني كيبغي شوية الخاطر حتى هو كيتحيدوا لديك القشرة ديالو. وعندنا قبطة ديال البورو، وعندنا جبلي و هذه لاكريم ديال الطهي. كنقطعوهم طريفات صغار البطاطا والبورو وكنشحروهم مزيان. كنزيدو معاهم مليحه، كنشحروهم بطرف ديال الزبده غير شويه، تقريبا معلقه، وكنديرو مليحه والابزار. كنشحروهم مزيان حتى كيذوب هذاك البورو. من بعد كنرويو بالماء، تقريبا هنا عندنا اطرو وربع تاع الماء في نص كيلو ديال البطاطا. المهم كديري الماء اللي غادي ملي غتجي تميكسيها كتجي هي هذيك في هذا ديالها. صافي ملي كطيب كنزيدو عليها لا كريم وجبلي وواحد المعلقه ديال هذاك نيدو. صافي وكاس ديال الحليب. هنا راهي طابت، غادي نزيدو عليها كاس ديال الحليب. هنا راه الشاف زادتها، يعني قالت كاس تاع الحليب. انا حيدت الصوت حيت يعني كاين صداع ديال السيدات. هذه شاف في السونتر ديال الطبخ. صورت لكم هاد لاغوسات هذه ديال صوبه بالفطر طري والجبن والبطاطس والكروفات، واحد الكميه دارتها مع يعني هذه البطاطا. ومن بعد خلات واحد الكميه اللي غادي نتوقها به من بعد. هنا راه ميكساتها، يلا غتميكسيها. هو الميكسور كتمسحوا ليها السيد اللي حداها. غيتميكسا هذاك الشيء كامل مع الكاس ديال الحليب. وملي صافي كيسالي يعني كتمزج العناصر كامله هذا كترجعيها للبوطه باش كتغلي. ملي كتغلي كتزيدي عليها الكريمه تقريبا كاس، وصافي كتكون جاهزه. الملحه والابزار وطريف ديال الزبده بلا صوب، ما كتجيش فيها قوه الاقامه نهائيا باش كتاخذ البنه ديال هذوك المواد اللي باش يعني اللي كانوا طابوا مع البورو. هنايا راه كاينه الحشوه واجده، وكاينه الكنافه يعني مسقيه بالزيت والزبده. وكناخذوا القوالب، يعني اي قالب عندك سيدتي في الدار كتاخديه وكديري بحال كتفرشي الكنافه لتحت، وكديري الحشوه وكتعاودي تغطي كيف موضح في الصوره. وهنايا هذيك المقله راه فيها هذا الكروفات يعني للتزيين. كيتقلى في الزيت غير اللمعان، غير شويه غير بحال كيوقف وكتقلبيه. صافي من بعد كتحيديه ديريه في الورق باش ينشف وصافي. وهنايا راه البسيطلات وجدوا ساهلين ماهلين، والشاف كتزينهم بهذاك الكروفات ديال التزيين مع طريف ديال الخس اللي كيكون مغسول وناشف مزيان، باش ملي غنحطوه على البسيطلات مقرملين ما غاديش يضيع لينا هذيك التقرميشه ديال
ديال الكنافة. جاو البساطة رائعين بهاديك الحشوة اللي الحشوة سيداتي كديري الحشوة اللي عندك في الدار، واللي الحشوات كل وحدة كتبدع في دارها وفي كوزينتها بداكشي اللي عندها، يعني صدر دجاج، طريف ديال الحوت، الكفتة، الفلافل، البصلة مشلضة مع الخضر غابي، جمعيهم بالفرماج، يعني ديري غير الخضرة وديري معاها شوية تاع الطون باش كيبننها، ديري الحشوة اللي حبيتي وغادي تجمعيها مع هداك الفرomاج ديال داك السطيلة الزرقاء اللي كتباع كريمي ولا الجبن العادي كاع المثلث ولا هداك مربع، كتزيديها مع الحشوة كتعطيها بنة وتعليكة، ولا الفرomاج الأحمر محكوك حتى هو كيدير التعليكة هادي ديال الوسط. وصافي من بعد وجدات لاصوب أو الشوربة، وهنا راه كتحط فيهم فوق منهم هداك الفطر اللي بقى من الفوق للتزيين. وها هي الصوبة ديالنا واجدة، جات غزالة ما شاء الله، والبنة يا سلام، اللي غتجربيها راه غادي تشوفي الذوق. وهادو البسيطلات اللي دايرين والاخرين بشكل جديد طوال. وهنايا راه تزينوا بالكروفيت هذاك الكبير باش كيجي باين، ها هما كيف موضحين في الصورة. هاد البسيطلات هادو ينفعوك لرمضان، تبارك الله ما شاء الله، خرجوا كمية وفيرة، لأن هذيك الكنافة ملي كتسقى يعني الخيوط ديالها ديريها في أي قالب وكتعطيك الشكل اللي بغيتي، ولا درتيها كبيرة حتى هي كتجي زوينة، حتى هاد الصغيورين كيجيو غزالين هاكا إلا كانوا ضياف ولا في مائدة الفطور في رمضان بالصحة والراحة. نتمنى الله يكون هذا الاقتراح ديال اليوم عجبكم. حتى الفيديو آخر، اقتراح آخر، وصفة أخرى بمشيئة الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك سعيد بمشيئة الله.